حققنا هذه الانتصارات واستطعنا بجهودكم وبتضحياتكم وبدمائكم أن نفشل جميع مخططات تفريق العراقيين وشعب العراق وأراضي العراق. والعراق اليوم أكثر وحدة وأكثر اجتماعا مما كان عليه. أيها العراقيون، انتصارنا اليوم هو انتصار على الظلام وانتصار على الوحشية والإرهاب. وأعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل 3 سنوات، وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم استطعنا والحمد لله أن نحقق اليوم هذا الانتصار على هذه الدويلة اللئيمة القاتلة وإلى مزبلة التاريخ. إن الأبطال والشهداء والجرحى هم من صنع النصر، وسيبقون في ضمائرنا وقلوبنا وعقولنا، ولن ننسى لهم هذا الدين أبدا. وتحية لعوائلهم المضحية. ولا أنسى أن أحيي المرجعية الدينية الرشيدة لسماحة السيد السيستاني والفتوى الجهادية التاريخية، وأحيي جميع المقاتلين الشجعان الذين ينتمون إلى صنوف القوات العراقية المنتصرة. أيها العراقيون، من حقكم أن تفتخروا أن هذا النصر لكم. هذا النصر وهذه العمليات تمت بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي. لم يشارك العراقيين أحد من الآخرين من باقي الجنسيات في القتال على الأرض. العراقيون هم من قاتل على الأرض، وهم من حقق هذا النصر، ومن حقهم أن يفتخروا أمام شعبنا وأمام العالم بهذا الانتصار الكبير الذي حققناه، لأنه لم يقاتل أحد غير العراقيين، ولم يضحي أحد على هذه التربة الطيبة غير العراقيين. في نفس الوقت نتوجه أيضا بالشكر إلى كل الدول الذين وقفوا مع العراق في حربه ضد الإرهاب وضد الدواعش، والذين ساهموا في دعم القوات العراقية من حيث التدريب والدعم اللوجستي، ومن حيث توفير دعم جوي لقاطعتنا المقاتلة على الأرض. أمامنا أيضا مهمة أخرى، مهمة الاستقرار ومهمة البناء ومهمة تطهير خلايا داعش، وهذا عمل يحتاج إلى جهد استخباري وجهد أمني وإلى وحدة الكلمة ووحدة الصف. كما توحدنا في قتال داعش والقضاء على داعش، علينا أن نتوحد في إعادة الاستقرار لهذه المناطق وعودة النازحين وتقديم الخدمات وإعمار جميع المناطق التي حررناها. الحمد لله على نصره وفضله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عاش العراق منتصرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش العراق، عاش العراق. There's more fish.